الفترة دي يا جماعة في جدل كبير قوي حوالين الممبار، اللي يقولك بقى نحطه في الخلاط واللي يقولك نحطه في الغسالة، وحاجة في منتهى العبث. وبعدين تعالوا هنا، هو انا دلوقتي لما احط الممبار في الخلاط امال هعمل العصير ازاي يا جماعة؟ يعني ازاي يجيلي نفس اعمل شوية فراولة ولا اي حاجة في الخلاط وانا عارفة ان كان مكانه ممبار؟ سيبكوا بقى من كل ده وتعالى اقول لكم على احلى خلطة للممبار. فرمت طبعا بصل وطماطم، والطماطم يا جماعة ما تعصروهاش، لا ابشروها او يعني اضربوها في الكبة. وكمان فرمت شويه فلفل احمر كده ومع شويه الخضره وبهارات، هبقى اكتبها لكم كده الخلطه. وانا بقى بحب في الاخر احط حته سمنه بلدي مع شويه زيت. وبعد كده بقى حشيت الممبار ولحد ما الميه تسخن. تعالوا ننضف الدرمغ ده. قلت بقى اجرب الليفه الجديده بتاعت جرين واي بتاعت المواعين، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان هي طلعت نينجا. وطلبت بقى معاها الصابونه اللي بتغسل الاطباق، وعايزه اقول لكم ان الكومبو ده فظيع. انا دايما الكبه بتضايقني قوي في تنظيفها، بس عايزه اقول لكم شايفين الرغوه دي خلت لي الكبه فل. واهم حاجه بقى ان بواقي الاكل مش بتفضل فيها يا جماعه.